جريمة مروعة هزت الشارع المصري، حيث أقدمت على ذبح طفلها ذو 5 سنوات، ثم طهت جثته وأكلت أجزاء منها، قبل أن يتم ضبطها وعرضها على النيابة العامة خلال هذه الأيام. أقدمت مصرية شابة على إنهاء حياة طفلها البالغ من العمر 5 سنوات، وعقب ذلك أخذت تأكل أجزاء منه بعد طهيها في منزلها في محافظة الشرقية. الأم البالغة من العمر 30 ربيعاً أفادت المعلومات الأولية بأنها قامت بقتل طفلها وتقطيع جثته وطبخت أجزاء منها، وبالتحديد رأس الصغير، قبل أن يتبين ما حدث ويتم ضبطها والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تم التحفظ على ما تبقى من جثة الصغير. البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية إخطاراً يفيد بورود بلاغ بضبط ربة منزل تبلغ من العمر نحو 30 عاماً، متهمة بقتل طفلها البالغ من العمر 5 سنوات. وحسب موقع القاهرة 24 تبين من التحريات الأولية أن المرأة منفصلة عن زوجها منذ نحو 3 سنوات، وأنها كانت تعيش رفقة ابنها في منزل بقرية أبو شلبي التابعة لمركز شرطة فقس، وأنها أقدمت على قتل طفلها البالغ من العمر 5 سنوات، وبعدما أنهت حياته أخذت في تقطيع جثته وطبخت جزءا منها في إناء الطبخ، وبالتحديد رأس الصغير. وجرى ضبط المتهمة والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق في مركز شرطة فقوس التي أخطرت لمباشرة التحقيق، فيما جرى التحفظ على ما تبقى من جثة الصغير تحت تصرف جهات التحقيق. وحسب موقع وطن يقول في تقريره على صفحته الرسمية: وفي متابعة لأحدث تطورات الجريمة البشعة التي شهدتها مصر مؤخرا لأم أقدمت على قتل طفلها بطريقة وحشية وطهي أجزاء من جثته وأكلها، نقلت وسائل إعلام مصرية تفاصيل جديدة صادمة للأم من واقع الاعترافات معها. وأضافت التقارير أن الجريمة وقعت في إحدى قرى المنطقة، حيث تمكنت السلطات المحلية من القبض على المتهمة بعد تلقيها بلاغا في الحادثة. وبعد التحقيق مع المتهمة اعترفت بجريمتها البشعة، كما كشفت عن بواعثها ودوافعها من وراء ذلك وكيفية تخطيطها وتنفيذها، وأجرت محاكاة لكيفية ارتكابها بمسرح الواقعة، وسط حالة من الصدمة التي اهتزت الرأي العام المصري والعربي. نقلت مواقع مصرية تفاصيل الجريمة المروعة التي حدثت مؤخرا أواخر أبريل في محافظة الشرقية، وراح ضحيتها طفل ذو 5 سنوات مذبوحا على يد والدته التي لم تكتف بجريمتها، بل نكلت بجثته وأكلت بعضا منها. ونقلا عن موقع القاهرة 24 فقد كشفت المتهمة المصرية بقتل طفلها في اعترافات جديدة صادمة اليوم الاثنين الموافق فاتح ماي بعض تفاصيل الجريمة، وقالت أمام جهات التحقيق: كان لس فيه الروح لما ضربته على رأسه بأيدي الفاس، ومسكته وذبحته وجريته إلى الحمام، وفصلت رأسه عن جسمه وقطعته وسلخته هناك. وعلى صعيد آخر أكد عضو فريق الدفاع عن الطفل المجني عليه أن الأم المتهمة ضربت ابنها الطفل المجني عليه 3 ضربات متتالية بواسطة قطعة خشب يد الفأس، وحين سقط أرضا كان لا يزال على قيد الحياة، فعاجلته بسكين استخدمته لذبحه وفصل رأسه عن جسده، قبل أن تشرع بتقطيع الجثة بعد فصل الرأس عن الجسد وسلخه، ثم وضعت بعض تلك القطع في مياه داخل إناء فوق موقد النار وطهت منها. لذلك قررت جهات التحقيق بمركز شرطة فقس حبسها على ذمة التحقيق بتهمة القتل العمد. وفي ظل حالة الصدمة التي لفت الجريمة وهوية منفذتها، نشر موقع الأسبوع المصري صورة الأم المجرمة مموهة بعض الشيء، وكشف ذات الموقع أن الأم قد اعترفت أمام النيابة العامة بأنها ارتكبت جريمتها عن طريق تقطيع جثته وتحويلها إلى أشلاء باستخدام السطور، ووضعته داخل جردل وطهت أجزاء منها، وخصت الرأس بسبب معاناتها من مرض نفسي. وذكر أن مرتكبة الواقعة والدة المجني عليه، وتدعى هناء، منفصلة عن زوجها منذ عدة سنوات، ومصابة بمرض الصرع، وتقيم في إحدى المناطق بدائرة مركز شرطة فقس. تحدث الدكتور جمال فرويز استشاري الصحة النفسية عن السبب الذي دفع الأم المصرية لقتل ابنها وأكل بعض من جسده، وقال للعربية نوت: إن من الواضح أن السيدة تعاني من مرض الصرع المزمن الذي ينتج عنه ما يعرف بالاضطراب الذهني، وهو مرض نفسي يسبب الهلوسة والأوهام التي تعزل المريض عن واقعه وتجعله يتصور أشياء تخالف الطبيعة. واعتبر أن ما حدث من السيدة
دليل قاطع على أنها تعاني من الاضطراب الذهني، أو أنها تتناول أنواعًا من المخدرات المستحدثة التي ينتج عنها أعراض صادمة. وأشار إلى أن مريض الصرع أو الاضطراب الذهني لا يشعر بجريمته وقت ارتكابها، ولا يعي ما يفعله إلا بعد فترة من الوقت، موضحًا أن المريض يشعر بعد انتهاء مدة النوبة أن هناك قوى خارجية تسيطر عليه، أو أن هناك أشخاصًا يتحدثون معه ويطلبون منه أشياء غير منطقية.